راح قال يعني انا بعد ما وقفت جنبه وبقيت راجل دلوقتي بيقول لي ان انا مش هشوف بنتي. راح بابا مقرر ان هو لازم يفسخ العقد وعقد الطلاق ده، وكل واحد مننا يروح لحاله، وقال لي اتنزلي له عن كل حاجة، واخد كل حاجة حتى الذهب اخده، وانا اديتهوله بنية ان ربنا يعوض عليا. ازيكم؟ انا بنت وعندي 21 سنة، اتخطبت وجات فترة موضوع ان هيدفع 30,000 بتاع صندوق الدولة. الموضوع ده اول ما اتعرف خطيبي جه لبابايا وقال له يا عمي انا عايز اكتب الكتاب، لان انا زي ما انت انا ما صدقت ما جهزت نفسي، الموضوع ده هيكون صعب عليا. فبابا اول لما شافه بيتكلم كده صعب عليه وقال له خلاص يا ابني تاني يوم هنكتب الكتاب. بعد ما كتبنا الكتاب يا دوب تاني يوم لقيته بيتصل بيا وبيقول لي انزلي هنتمشى شويه. قلت له مش هينفع ان انا انزل، بابا قايل لي خالص غير لما تبلغيني. قال لها ازاي يعني؟ ازاي يا ابوك قالك ان انت ما تنزليش معايا؟ طب ايه هو ده؟ انا مش فاهم، انت بقيتي مراتي اصلا محدش يقدر يمنعك مني. قالت له طب خلاص مفيش مشكله، بابا بيصلي ممكن تجيله وتقول له وننزل مع بعض مفيش مشكله خالص. راح لقيته جالي عند البيت وبيقول لي هو والدك فين؟ قالت له ده بابا بيصلي. خش طب صلي معاه وبعد كده ابقى اتكلم معاه. قال لها بقول لك ايه، انا هستناه قدام الجامع وانا مش هخش اصلي وهستناه. قالت له طب بس اهدى كده وروق. المهم راح فضل مستني والدي لحد ما طلع من الجامع، واول ما طلع قال له انت ازاي تقول لبنتك ان هي ما تخرجش معاه، ده هي بقت مراتي. وفضل يكلم بابا كلام مش ظريف. بعد ما خلص كلامه مع بابا لقيته راح متصل باختي وقال لها طب انا بقى ابوك اللي مش عايز يخليني انزل مع مراتي، قولي بقى لاختك ان مش هخلي ابوكي يشوفك تاني عشان خاطر انا خالي لو عرف هيخرب الدنيا ويبهدل الدنيا. طبعا بابا اول ما روح البيت اتكلم وقال على كل اللي حصل معاه، وراحت اختي قايله له ده هو قال كذا 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 كذا. راح قال يعني انا بعد ما وقفت جنبه وبقيت راجل دلوقتي بيقول لي ان انا مش هشوف بنتي. راح بابا مقرر ان هو لازم يفسخ العقد وعقد الطلاق ده، وكل واحد مننا يروح لحاله، وقال لي اتنزلي له عن كل حاجة، واخد كل حاجة حتى الذهب اخده، وانا اديتهوله بنية ان ربنا يعوض عليا. انا الصراحة عندي 21 سنة وانا لسه صغيرة على موضوع ان انا يتقال عليا مطلقة، وانا مش حابة ده. فانا مش عارفة الصراحة هل اللي انا فيه ده المفروض ان انا اتصرف فيه ازاي. مش قادرة استوعب اللي انا فيه. فاتمنى من حضرتك ومن الناس اللي عندك تقولي اتصرف ازاي وايه اللي ممكن يكون اقدر اعمله. بس خليني في البداية افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا في البداية كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بصي هو انت سنك صغير وانا معاك ان انت موضوع مش حابة ان انت يتقال عليك ان انت مطلقة، ولكن لو هنتكلم في الصح وبما يرضي الله اللي عمل والدك ده في منتهى الذكاء والعقل، لان الصراحة هو كسب بنته مخسرهاش. مش معنى ان ده شخص عمل موقف زي كده فكان لازم ابوكي يحافظ عليكي منه، لانه لسه ما اتقفلش عليكوا باب. اي نعم هو جوزك على الورق، ولكن ما اتقفلش عليكوا باب وبيعمل فيكي كده. فتخيلي انت لو كنت عشت معاه كان ايه اللي هيحصل. بالعكس انا عارف ان موضوع زي ده يضايق، ولكن ممكن يكون ربنا اداله الالهام ان هو لازم يخلصك من الشخص ده. والدك وقف معاه وطلع راجل في موضوع الصندوق بتاع الدولة ده، ولكن هو ابسط الامور خالص ما قدرش ابوكي، ولا في نفس الوقت ان هو واخدك المفروض على الاقل ان هو واخدك من بيت محترم، فعلى الاقل ان هو يحترم ابوكي مهما كان. يعني حتى لو ده بقى جوزك وخلاص انتوا بقى يتقفل عليكوا باب لازم يحترم ابوكي، وده الصح وده العقل. ولكن اللي عمل ابوكي ده انا بحييه عليه والله العظيم، مش بقولك كده بهديكي، لا هو ده الصح والعقل. لان ابوك اشتراكي، يعني اشتراكي منه، مش ما اقصدش ان هو اشتراكي بمعنى فلوس ماديه، لا هو حافظ على بنته من واحد متعجرف اللي هو لسه في البدايه وبيتشرط، اللي هو لسه ما اتقفلش عليكم باب. يعني معنى كده انت لو كنت رحتي معاه كنت هترجعي، بس كنت هترجعي مطلقه وهيبقى معاكي طفل. يبقى ايه ذنبه الطفل ده؟ ده لسه في البدايه وما اتقفلش عليكم باب وبيكلم والدك وبيتعجرف العجرفه دي. فانت متخيله منه ايه؟ وبعدين عايز اقولك على حاجه، قصه مطلقه او مش مطلقه، هي اللي بتطلق دي بتطلق ليه؟ ما اكيد كل واحده عايزه تعيش في بيتها
يبقى ليها حياتها وكيانها وملكة بيتها. ما هو الطلاق ده بيجي ليه؟ لما بيبقى في حاجة خلاص مش هينفع الاتنين يكونوا مع بعض. ولكن اسم مطلقة دي هو للأسف مجتمعنا بيبقى بيبص لها بشكل تاني، وأنا بقى يعني أنا آسف إن أنا بقول ده، ولكن اللي أنا عايز أوضحه لك إن أنت الموقف اللي حصل معاكي ده أبوكي فعلا يترفع له القبعة فيه، ما فيهاش أي نقاش خالص. وأكيد الناس لو ليها رأي في حاجة زي دي أنا برد على كومنتات الناس كلها.